السلام عليكم. اليوم ان شاء الله راح اسوي لكم طريقة عمل كباب الطاوة او كباب العروق. طريقته هواي سهلة وبسيطة خواتي. المواد اللي احتاجها عندي هنا أنا تقريبا نص كيلو من اللحم المفروم. احتاج راس او راسين من البصل، وحدة هاي مثل ما تشوفون من البوتيتا، سنين ثوم عندي، واحتاج بقدونس او كرفس حسب الحاجة وحسب انتو ايش قد تحبون خواتي. والبهارات والطحينة اللي راح استخدمها هسه راح اقول لكم ايش قد احتاج، بس قبل لا اشوفكم البهارات والطحينة اللي راح استخدمها، راح اول شيء اللي ابدي بيه اطحن او اثرم هاي المواد اللي عندي، البصل والبوتيتا والكرفس او البقدونس، او ممكن ترموها بالايد، بس اني راح اثرمهم كلهم بالمثرامة الكهربائية وارجع نكمل وياكم باقي الطريقة. هسه خواتي رجعت لكم من بعد ما ترمت هاي المواد كلها سوا مثل ما تشوفون. البهارات اللي احتاجها خواتي دائما بهارات القلي، النكهه اللي انتم حابين تقدرون تستخدموها. انا ضفت ملعقه من الكاري وملعقه من الكركم الاصفر وملعقه عندي هناك من البهارات السبع اشكال. احتاج تقريبا نص كوب من الطحين، والطحين هم حسب الكميه اللي انتم عندكم. مثل اذا كيلو طحين تقدرون تقللون او تنقصون بالكميه الطحين. احتاج رشه فلفل اسود واحتاج ملح. هسه راح ابدي بسم الله. هاي ضفت رشة الملح وراح اضيف الفلفل الاسود واضيف البهارات اللي عندي. وتقدرون هم وياه ترمون اي نوع من الخضار اللي انتو حابين، ممكن طماطم، ممكن الشجر، هم تبرشونه وتضيفونه بنفس هالطريقة هاي. راح اضيف الطحين. هاي خواتي المواد مثل ما تشوفون كلها خلطتها سوا وما احتاج اي مي للعجن. هاي خواتي شكله من بعد ما عجنته مثل ما تشوفون، ما ضفت له اي مي، ما يحتاج. هذا شكل العجين. راح اشوفكم طريقة القلي مالتها ان شاء الله. راح اخليها ترتاح تقريبا نص ساعة بالثلاجة، ومن بعدها اشوفكم طريقة القلي مالته. هسه خواتي مثل ما تشوفون رجعت لكم من بعد ما ارتاحت العجينة عندي، وبهالشكل جهزت الكباب القلي، والزيت اني بدا يحمى عندي. راح ابدي اقلي. وتشكلونه بالتشكيل اللي انتم حابينه او كبسة بيت اللي متعلمة عليه. طريقته هواي حلوة وسهلة وما تاخذ وقت من عندكم. راح انتظره يتحمر عندي وياخذ اللون الحلو واشوفه لكم ان شاء الله. خواتي مثل ما تشوفون بهالشكل كباب العروق كباب الطاوة بهالشكل صار جاهز عندي. طريقته هواي سهلة وحلوة وما تاخذ من عندكم وقت، ومثل ما ذكرت ببداية الفيديو تقدرون تضيفون اي نوع خضار انتم حابينه. اتمنى هاي الوصفة لليوم تعجبكم، وان شاء الله تجربونها وتاكلونها بألف عافية.